يلا أهل الأنبار. الدليمية العراقية على طريقة أهلنا أهل الأنبار. طبعا الدليمية ما تنأكل غير بس بالصينية. هنا أنا عندي جدر خليته شوية بزيت، ضفت راس بصل، فصين ثوم، هيل، قرنفل، دارسين، وراح أحمسهم. من يدبل عندي شوية البصل أضيف اللحم. طبعا هنا أنا ضفت اللحم وراح أحمسه. من ياخذ عندي اللون الأشقر أو البني أضيف المي وأخليه على نار هادئة حتى يستوي. طبعا هنا ضفت ورق الغار اللي هو نسيت أضيفه ويا البهارات الصحيحة واللي هو عنصر كلش مهم. طبعا هنا حمس عندي اللحم وأخذ اللون اللي أنا أريده. راح أبدي أضيف عليه المي الحار وأغطيه وأخليه على النار لحد ما يستوي. من استوى أضيف له الملح. طبعا هنا اللحم مالتنا صار جاهز وتايخ وذايب مستوي. أنا هنا صفيته من البهارات الصحيحة، وهنا عندي جدر خليته شوية بزيت، ضفت هنا راسين بصل، وضفت النومي بصرة والطماطة الكرزية، وضفت البهارات اللي هي عبارة عن كركم، 7 بهارات، فلفل أسود والكاري والكزبرة. آخر شي الملح. من أحمس البهارات وتطلع ريحتها أضيف مي اللحم واللحم وأتركه لحد ما ياخذ المونة والطعم. هنا جدر خليت بيه زيت وسمن، وضفت المي وخليت التمن، وراح أتركه لحد ما ينشف المي مالته. هنا عندي طاوة خليت بيها ملعقة سمن، وضفت الشعر هي راح أحمسها. من تاخذ عندي اللون الجوزي خليلها المي. هنا تم نشف مية راح أغطي وأخليه على المهدارة لحد ما يستوي. هنا الشعرية ضفت لها مي وراح انتظرها لحد ما ينشف المي مالتها. هنا صارت الشعرية مالتنا جاهزة. هنا قليت اني لوز للتزيين. وهنا مرحلة الصب اللي هي اكثر مرحلة او فقرة احنا نحبها. طبعا هنا أنا سويت الثريد وخليت التشريب مالتنا نقعت بالثريد. ضفت او صبيت التمن. طبعا هنا انطفت عندنا الكهرباء، يعني الشعب العراقي معاناة. ورا ما ضفت التمن راح أبدي أضيف الشعرية. وهنا أنا زينته باللوز. وآخر شي أضيف قطع اللحم مالتنا. إذا عجبتكم وصفة اليوم لا تنسون تسوون لنا لايك وتعليق حلو مثلكم، وسبسكرايب أكيد للقناة بعد ما تشوفون الوصفة أكيد وتعجبكم. وانتظرونا بالفيديو الجاي، ومع السلامة حبايب.